الآن نحن بصدد الحديث الذي لم ننهه من الحلقة الماضية. خلينا نرجع للسؤال اللي أنا سألته لحضرتك في الحلقة الماضية، أجب عليه ومعك الشيخ الله يبارك فيك. نعم. ثم ننتقل إلى أي مسألة شئت بعد ذلك. تفضل. تفضل. نعم حضرت الجواب. أنا حضرت الجواب. تفضل معك. نعم الجواب هو ما قاله الإمام البيهقي. الإمام البيهقي في كتابه الدعوات الكبرى قال: وفي الأدعية المرجوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله في وقت أو علمها أحدا من صحابته بأسانيدها ليسمعها ويعيها ويعلم مراتبها ومدارجها في الثواب الموعود عليها. الإمام البيهقي ذكر هذا الحديث الذي قلته لكم أن الضرير عندما توسل برسول الله بذات النبي وليس بدعائه. طيب. أورده الإمام البيهقي ممتاز أبو زيد. من الأدعية المرجوة. ممتاز. إذن أنت تتحدث عن الدعاء ولا تتحدث عن الاستغاثة من النبي. لكن شيخي تفضل الله يبارك فيك في مسألة حاضر التوسل بالأئمة. يعني حتى أذكر المشاهد، الأستاذ أبو زيد في الحلقة الماضية قال إن الآية المقصود فيها التوسل بالأئمة، فقلت له وآله وآل بيت. قال النبي وآل بيت. فسألته: طيب النبي وآل بيته بمن يتوسلون؟ نعم. فقال: بأعمالهم الصالحة. فقلت له: هؤلاء ألا يخافون الله ويرجون عذابه؟ ألا يرجون الله ويخافون عذابه؟ وتوقفنا عند هذه النقطة. لكن شيخ يعني التعقيب هنا لأن هناك سؤال جديد. اتفضل. نبدأ في حديث الأعمى يا أخ أبو زيد. حديث الأعمى ما الدليل على أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن تجيب جواب مختصر عشان نكمل بسرعة. نعم، من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو قال إيش قال؟ قال للأعمى فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. ممتاز. نبي الرحمة. وصلت الإجابة. وصلت يا أخي. النبي قال له: إن شئت صبرت أو دعوت الله لك. قال: لا، فادعه. ما رأيك؟ أين هو الدعاء؟ ماذا دعا النبي؟ نعم، أنا أسأل أولا قبل ما ندخل في دعاء النبي وتحليله. قال: إن شئت صبرت ودعوت الله لك. قال: فادعه. ولما جاء الضرير في كل الروايات اللي جاءت قال: ادعو الله أن يذهب عني غشاوة البصر أو أن يرد علي بصري. إذن الرجل طلب من النبي إيش في البداية؟ لا، طلب من النبي أن يدعو له. ممتاز. والنبي ماذا لحظة خلاص، يعني أجب. لا تكثر من الكلام لأننا ممكن أجلس في الكلمة 10 ساعات وأضيع عليك اتصالك. إذن الرجل جاء طالبا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال النبي له: تصبر أم أدعو الله لك؟ فقال: لا، بل ادعه. قال: اذهب فتوضأ وأحسن وضوءك ثم صلي ركعتين ثم قل هذا الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. أنا أسألك، هذا الحديث كله ألا ترى أنه في الدعاء وفي استشفاع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل؟ ومما يؤكد هذا المعنى قوله في آخر الرواية: اللهم شفعني فيه وشفعه في، أو بالعكس: اللهم شفعه في وشفعني فيه. فالجزء الأول واضح الحمد لله، اللهم شفعه في. ما معنى قوله في آخر الحديث إن كنت تؤمن بالحديث كله وشفعني فيه؟ لماذا الرجل قال اللهم شفعني فيه؟ يعني في النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي مرجوة، نعم، ولكن أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وآله. يا أبو زيد أجب على كلمتي. لماذا الرجل قال وشفعني فيه؟ جزاك الله خيرا. في الحديث لا يوجد أن النبي دعا له. في الحديث لا يوجد أن النبي دعا للأعمى، ولكن علمه، وهذا ما أكده الإمام البيهقي. كلامك غلط، لأن الحديث في الأول: ادعو الله أن يرد علي بصر. ادعو. الرجل طلب وقال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال: لا، بل ادعه. فين؟ لماذا تقول ما طلب دعاء؟ طلب دعاء النبي ولا ما طلب في بداية الحديث؟ النبي، والنبي لم يدعو له. من أين لك أنه لم يدعو له؟ قال له: ادعه.
ائتني أنت بالدعاء النبي، ماذا قال النبي؟ ماذا دعا النبي؟ طيب يا أبا زيد، أنا أسألك سؤالا سريعا وللشيخ أيضا، وأنا هنا سأكون محايدا تماما. تفضل. أبو زيد، النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والأئمة من دون الله ولا ليسوا من دون الله؟ النبي صلى الله عليه وآله عبيد من عباد الله سبحانه وتعالى، يعني من دون الله سبحانه وتعالى. يعني من دون الله. تسمعني جيدا؟ أيوة نعم يعني أنت تقول من عباد الله. أنا أريد باللفظ، الله يبارك فيك. يعني النبي، أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل الخلق من دون الله، والسؤال لك، هل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته من دون الله ولا ليسوا من دون الله؟ عبيد لله سبحانه وتعالى، وقال فيهم ابتغوا إليه تاني من دون الله ولا ليسوا من دون الله؟ يا أخي لا تحد، أجب مباشرة. من دون الله، الله يبارك فيك، أحسنت. طيب لما نيجي نفسر الآيات، نفسر الآية منفردة ولا نفسرها في سياقها باللي قبلها واللي بعدها؟ يجب أن تكون في السياق طبعا. في سياقها، ممتاز، احنا كده ماشيين تمام. أنا هقرأ على الشيخ الآيات وعليك وعلى المشاهدين الكرام. سأبدأ من آية سابقة لهذه الآية التي تحتج بها. اسمع، أنت معايا يا أبو زيد؟ تسمعني أستاذ أسامة؟ أسمعك جيدا. أنت تسمعني الآن؟ أستاذ أسامة، لا جزاك الله خيرا، فقط ثانية واحدة أريد أن أنبهك على موضوع. انتظر قبل التنبيه، لأن هذه تحسم القضية، ويعني إذا اقتنعت أو لديك رد. سنقرأ الآيات من الآية السابقة لها. يقول رب العالمين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، اللي هم منهم النبي وآل بيته. صح يا شيخنا ولا أنا غلطان؟ نعم. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم، هذه الآية عامة لا مخصص لها، عليك بالمخصص. طيب إذن بعدها فصل رب العالمين اللي هم دول اللي انتوا هتدعوهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى ابتداء قال إنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم. إيه رأيك؟ لكن خفي عنك أمرا وهو المهم. نعم خفي عني أمر، اتفضل قول. وهو المهم أن الدعاء في القرآن الكريم على قسمان، نوعين دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإن الدعاء في القرآن الكريم على نوعان يا أخي. على نوعين، نعم. هل تعتقد بهذا أم لا؟ أولا شوف، سواء كان الدعاء، أقول لك عقدت في هذه المسألة، والشيخ يعني أستاذ في هذا المقام يصور لي، يعني سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فحتى المسألة ها هنا تقوم مقام العبادة. أنا أسأل رب العالمين، فهذا تعبد لرب العالمين.